قلت في تصريح صحفي للمتباكين على زمن على الفاسي أقول نحن في زمن أعطيني ساقي، ما معنى هذا الكلام؟ ابدا، لا لا لا، هذه من ترهات ومن الاكاذيب التي لا يقبلها اي عقل. لانه يقال بانك يعني دمرت إرث على الفاسي، الخصوم ديالك بالطبع لمن يقول هذا الكلام. اولا إرث على الفاسي وإرث حزب الاستقلال والمغرب والحركه الوطنيه كانت ممثله في كل الاقاليم وفي كل الجهات، من عرب ومن أمازيغ ومن سوس ومن الجنوب الصحراء ومن كل المغاربة شاركوا في الحركة الوطنية. ولهذا اليوم حيينا ذاكرة حزب الاستقلال. اليوم كل الزعماء وكل الرواد الأوائل اليوم صورهم الآن داخل المركز العام لحزب الاستقلال، ونبدأ عن حياتهم، وتم تكريمهم خلال الاحتفالات بمرور 80 سنة على تأسيس حزب الاستقلال. إذا ذاكرة الحزب اليوم وارشيف الحزب اليوم يتم تجديده واظهاره الى كل الاستقلاليات ماشي تدميره. لا ابدا، بالعكس، احياؤه وتجديده وتنقيحه. سي شباب، ألم تقولوا في تصريح للصحافة على أن لكل زمن رجاله؟ لا وبلاتي، لا بلاتي، لأن دابا هذا حزب، هذا تصور لمشروع مجتمعي مبني بطبيعة الحال. لا أحد ينكر بان على الفاسي من المؤسسين ديال الفكر السياسي المغربي. ينكر على الفاسي؟ لا بلاتي، ما نكرناش دابا، ما قلتلكش نكرتيه، لا ما قلتلكش نكرتيه، ولكن الطريقه ديال الاشتغال، هل طريقه حميد شاباط هي ديال اللي كان فيها على الفاسي او بوسته او الاخرين؟ على فكره مثلا السي بوسته لا نراه يتواجد داخل الحزب ملي وليتي انت امين عام. لا غير باش نزيدوا نوضحوا الامور. وضحوا واش بغيتي اليوم حزب الاستقلال في هذا القرن 21 في وقت الانترنت والفيسبوك والتويتر يشتغل بالطريقه اللي اشتغل بها سيدي علال والمجموعه ديالو في 1950 و40. سيدي علال كان مبدعا في وقته، وافكاره هي اللي مازال الفكر على الروح. شوف ثوابت نحافظ عليها، المبادئ نحافظ عليها، القيم نحافظ عليها، ولكن لا بد ان نعيش الوقت الحالي، لان المستقبل اليوم الشباب. الزعيم علال الفاسي والرواد الاوائل والموقعين على الوثيقه ديال 11 يناير 1944 كانوا شباب بحال هذا الشباب اللي حاضر معنا اليوم. اذا اليوم جا وقت الشباب باش يقرر في المستقبل ديالو، باش يقرر في مصيره. باي لغه نخاطبوا هذا الشباب؟ لا بلغه الواقع بلاتي، هذا الشباب بلغه المنطق. ويتبنى واحد البرنامج ديال التكوين المستمر، ونبداو بالتربيه والتعليم، والشباب يعرف راسو لما غيتخرج غيلقى واحد المنصب ديال الشغل، اما في الوظيفه العموميه واما في القطاع الخاص. كلشي غيقول هذا الكلام. لا ماشي كلشي. لا ماشي كلشي. لا سي شباب، حزب الاستقلال عنده نتائج مهمه. الشباب ونديروا لهم فكل شيء نعطيك النتائج. راه في عهد حزب الاستقلال في الحكومه السابقه راه بالنسبه ل4 سنوات ما كملناش 5 سنوات، لان كانت انتخابات سابقه لاوانها. نفذنا من برنامجنا 85%، شغلنا من الاطر العليا ما يفوق 100,000 اطار عالي للاشتغالات داخل الوظيفه العموميه. غادي نجيو لهذا المساله. باش نكونوا واضحين. باقي غنرجعوا لهذا الشيء.